كلمة لأحد المستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. ما هي التدابير التي اتخذتموها من أجل تجاوز الأزمة البنيوية للماء بالمغرب وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية؟ شكرا. كلمة لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تفضل السيد الرئيس. السيد الرئيس، السيد الوزير، إن الأزمة المالية المائية التي تعرفها بلادنا ليست بالأمر الطارئ، بل هي وليدة اختيارات سياسية واقتصادية أهملت البعد الاستراتيجي لتحقيق الأمن المائي، وركمت إخفاقات في تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الموارد المائية، وخاصة القانون 95/10 المتعلق بالماء. سيد الوزير، إذ كانت الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة الخطيرة باتخاذها لمجموعة من المبادرات، فإن مجهوداتها ستظل غير مكتملة ما لم تركز على استراتيجية واضحة معالم ولا أجرأت قائمة على الالتقائية، لأن حوكمة هذا القطاع الحيوي يتعدى مسؤولية القطاع الواحد. وفي هذا الصدد نقترح ما يلي: إرساء حكامة جيدة لتدبير القطاع قائمة على مبادئ الفعالية والشفافية والنجاعة في الأداء، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعناية بالعنصر البشري الذي يعد فاعلا أساسيا لنجاح أي استراتيجية تنموية. عقلنة السقي وتفادي الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية، لأن رفع الدعم هو إجراء غير كافي. الحد من استعمال المياه الصالحة للشرب في الأنشطة الصناعية. تعميم إقامة محطات تحلية المياه بسائر المدن الساحلية لما أثبتته هذه المحطات من نجاعة، ونخص بالذكر مثال أكادير. لكن هناك مثال سيء أيضا، هي محطة تحلية المياه بالعيون، التي رغم الميزانيات التي تم ضخها في هذه المحطة إلى حدود ساعة لم تلبي مطلب ساكنة العيون في تزويد يومي وبشكل يومي لها من المادة الحيوية للماء الصالح للشرب. تشجيع البحث العلمي في مجالات المناخ والتغيرات المناخية وتدبير الماء، وربط ذلك بالاستراتيجية، لأن احنا دورية الجفاف ماشي اليوم، هي من الثمانينات. الحكومة الآن مطالبة بوضع إجراءات استراتيجية للحد، ماشي حتى يوقع الجفاف ونبداو نقلبوا على الحلول ونلودوا كيفاش نواجهوا. وضع مخطط وطني لتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية، وذلك وفق مقاربة تشاركية. الوزارة وحدها ما يمكنش تخدم، خاصة تفتح استشارات مع كل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية في هذا الإطار. تكثيف حملات التوعية والتثقيف لتشمل جميع شرائح المجتمع المغربي حول المياه وتغير المناخ وندرة الماء، وإدماجها أيضا في المخططات المقررات الدراسية. ماشي نحانوا حتى توقع أزمة ونبداو نديروا وصلات إشهارية ولا نديروا أغاني ولا شيء. الأغاني لن تحل المشاكل، وصلت إشهارية الثقافة والتثقيف خلق الثقافة لدى المجتمع المغربي هي التي تحل المشاكل. السيد الوزير، إن السياسة المائية التي نهجتها الوزارة منذ عقود أصبحت متجاوزة، وحتى لا نقف عند اختلالات التي شابتها، فإن نرى أن أي سياسة لم تجعل من العنصر البشري في القلب اهتماماتها وعدم إشراك كل الفاعلين فلن يكون مصيرها للفشل. إن وضع أي استراتيجية للسياسات المائية سيتحمل مسؤوليته بالضرورة الموارد البشرية بالقطاع المائي، والتي رغم تفانيها في أداء واجبها دون أي تحفيز ينسب لهذا. انتهى الوقت. شكرا سيدي.